هناك شيء عميق يحدث في قلب كرة القدم الإفريقية، شيء يتجاوز مجرد النتائج على أرض الملعب. إنها قصة عن السلطة وعن النفوذ وعن التحولات الجذرية التي تعصف بأهم مؤسسة كروية في القارة. هذه العبارة المقتضبة التي مردت في الإعلام التونسي تلخص زلزالاً حقيقياً يضرب كواليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. هي ليست مجرد كلمات، بل إشارة واضحة إلى أن القواعد القديمة لم تعد سارية. شرارة القصة انطلقت بقرار غير مسبوق. النادي الأهلي المصري، أحد أكبر وأقوى أندية القارة، يجد نفسه فجأة أمام عقوبة قاسية: خوض مباراة مصيرية خلف أبواب مغلقة بلا جماهير. كان قراراً صادماً بكل المقاييس. بطبيعة الحال سارع الأهلي لتقديم استئناف، وهو إجراء كان يعتبر في الماضي شبه روتينياً لأندية بحجمه ونفوذه. لكن هذه المرة كانت الإجابة مختلفة ومربكة. هذا التسلسل الزمني وحده يروي قصة من الفوضى الإدارية: تأجيل ثم تأجيل آخر ثم إلغاء إلى أجل غير مسمى. والسؤال الذي طرح نفسه بقوة: هل كان هذا مجرد تخبط إداري أم رسالة مقصودة موجهة لواحد من أكبر أندية القارة؟ كما هو متوقع، انفجرت موجة من الغضب في مصر. ولكي نفهم عمق هذه الصدمة يجب أن نعود بالزمن قليلاً لنستوعب حجم النفوذ الذي تمتعت به الكرة المصرية تاريخياً داخل أروقة الكأس. الأوساط الرياضية المصرية لم تستوعب ما يحدث، فالنادي الذي اعتاد أن تكون كلمته مسموعة وأن تحسب له حسابات خاصة وجد نفسه يتعامل مع واقع جديد لم يألفه من قبل. وهنا تتضح الصورة بشكل أكبر. ما كان يعتبر أمراً مفروغاً منه في الماضي لم يعد كذلك اليوم، فالنفوذ التاريخي لم يعد ضمانه. هناك توازن قوى جديد يتشكل، يعيد رسم خريطة التأثير بالكامل داخل الاتحاد. إذن من يقف خلف هذا التحول الدراماتيكي؟ كل المؤشرات والتحليلات الإعلامية تشير إلى اتجاه واحد: صعود قوة جديدة غيرت قواعد اللعبة تماماً، وهي النفوذ المغربي. في قلب هذا الصعود تبرز شخصية محورية، هو فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يوصف لقجع بأنه مهندس المرحلة الجديدة للكاف واللاعب الرئيس في إعادة هيكلة. مهمة لقجع بحسب التحليلات لم تكن مجرد المشاركة، بل كانت قيادة تغيير جذري. الحديث يدور عن عملية إعادة بناء كاملة تهدف إلى تفكيك شبكات النفوذ القديمة وإقامة توازن جديد، وهو أمر لابد أن يثير حفيظة القوى التقليدية. حسناً، هذا الصراع على النفوذ له تداعيات حقيقية، فكيف يبدو هذا التوازن الجديد على أرض الواقع؟ وما هي آثاره الملموسة؟ المحللون استخدموا مصطلحاً بليغاً لوصف الكاف القديم: بيت الطاعة. والمقصود أن الاتحاد كان في السابق منظمة يمكن التنبؤ بقراراتها، لأنها كانت تستجيب لمراكز قوى معينة. السؤال الآن: هل تحرر الكاف فعلاً من هذا البيت؟ هذا هو الأثر المباشر والأكثر وضوحاً. القوى التي كانت كلمتها قانوناً في السابق تجد اليوم أن صوتها لم يعد يحمل نفس الوزن. النفوذ الذي كان مسلماً به أصبح الآن موضع اختبار حقيقي. بالتالي تجد الأندية ذات النفوذ التاريخي نفسها في مسار جديد. في السابق كانت تمارس الضغط فتأتيها الاستجابة، أما اليوم فهي تمارس نفس الضغط لكنها تصطدم بواقع مختلف ومنظمة لم تعد تعمل بنفس القواعد القديمة. إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر سنجد أن ما يحدث يتجاوز كونه صراعاً بين مصر والمغرب. نحن أمام لحظة فارقة قد تحدد مسار حوكمة كرة القدم في قارة أفريقيا بأكملها لسنوات قادمة. وهنا نصل إلى جوهر المسألة: هل ما نشهده هو بداية لاتحاد إفريقي أكثر استقلالية وشفافية، أم أننا ببساطة نشهد عملية استبدال نفوذ قديم بنفوذ جديد؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مصير اللعبة في القارة. المصادر الإعلامية التي تناولت الموضوع تختتم بهذه العبارة الحاسمة التي تعكس وجهة النظر القائلة بأن هذا التحول ليس مرحلة مؤقتة، بل هو واقع جديد ومسار لا رجعة فيه. في النهاية يبقى السؤال مطروحاً: هل نحن فعلاً على أعتاب فجر جديد
من الشفافية والعدالة في كرة القدم الإفريقية؟ أم أن كل ما يجري هو مجرد انتقال للسلطة والنفوذ من يد إلى أخرى؟ المستقبل وحده سيحمل الإجابة.